طيب دكتور علا، ازاي افرق في تربيتي بين الولد والبنت في مرحله المراهقه؟ طيب خلينا نقول ان الاساس الاحتياج النفسي واحد، اللي هو الاحساس بالامان والاحساس بالتقبل، ان هو متقبل يعني. ولكن البنت بحكم طبيعتها، بحكم تكوينها بتبقى محتاجه احتواء اكتر، بينما الولد بحكم تكوينه وبحكم شخصيته بيبقى محتاج احترام اكتر وبيحتاج حريه اكتر. هما الاثنين محتاجين حريه. صح، عمر بيعمل كده. هما الاثنين محتاجين حريه على فكره. أيوه. بس حريه مع احتواء وحريه مع احترام. فانا هحتوي، هقدر التقلبات المزاجيه اللي بتبقى ناتجه عن تغير الهرمونات، وبالنسبه للولد هديله مساحه اكبر ان هو يعبر عن نفسه، ولكن باحترام. باحترام. قول لي يا عمر بقى، انت ايه اكتر حاجه في البيت مع اهلك عايزها يفهموها منك وبسهوله، والتعامل كمان يكون احسن من كده؟ ايه؟ لا انا الحمد لله من ناحيه اهلي، فانا ديما بيبقى في تواصل. فاهمينك؟ دايما ما شاء الله. يعني حتى بابايا مثلا لو حصل مشكله ولا حاجه، بعد المشكله بتخلص بالنادى، بعد كده مثلا يخش يقعد معايا في الاوضه يفهمني، يقول لي حصل كذا كذا كذا، وانا مثلا لو وانا عندي وجهه نظر مثلا بقولها له، وطبعا بيسمعك وجهه نظرك؟ بيسمعني طبعا. ففي الاخر بمشي على الكلام، هو اكبر مني